السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ احنا النهاردة نازل لكم فيديو جديد كده. يا رب ان شاء الله يعجبكم. احنا النهاردة معانا ماسك كده بنعمله. هو ماسك حلو قوي. وبعدين نتائجه يعني اكيدة ومتجربة قبل كده. احنا النهاردة الماسك النهاردة معانا عبارة عن بن، عبارة عن لبن، عبارة عن جيلاتين، وهنجيب معانا طبق ومعلقة. الماسك ده حلو قوي، هو ماسك نضارة وتفتيح. كمان بيشيل معانا الجلد الميت، وكمان بيفتح. وكمان الناس اللي بتعاني من الجلد الوزة هو بيشيله برضو، ونتيجته مضمونة ومتجربة. واحنا قبل ما بنعمل اي ماسك احنا بنجربه على نفسنا الاول، عشان نبقى متأكدين ان هو حاجة مضمونة وحاجة اكيدة يعني. تمام. احنا النهاردة معانا هننزل لكم بقى بالايه بالطريقة. احنا معانا النهاردة معلقتين جيلاتين، يعني عادي، مش مليانين قوي. هو ماسك على قد البشرة، هنقول معلقتين اهم عشان المعلقة الاولانية ما كانتش مليانة. وهناخد معانا معلقة بن، اي بن عندك، مش لازم بن معين، او لو عندك نسكافيه ماشي مفيش مشكلة. ادي معلقة بن، اهي معلقة بن حلوة عشان ده طبعا اهم حاجة في الوصفة. تمام. وهنقلبها كده عشان البن طبعا بيبقى فيه تكتلات شوية كده، فعايزينه يبقى ايه، مفيش حاجة ايه واحنا بنعمل الوصفة فيها تكتلات. تمام. بص حضرتك اهوت، تمام كده، ومفيش اي حاجة، مفيش تكتلات معانا. هنا بقى هنحط ايه، معلقتين لبن، اي لبن عادي، لبن بلدي، لبن بخيره الموجود. هناخد بقى معلقتين، بس هنا بقى اللبن على حسب المقدار، معلقتين الجيلاتين ومعلقة البن، وهنلف ببعضه كده. تمام. هنقعد نقلب كده لحد ما يبقى معانا قوام متجانس كويس، يعني اللي هو كريمي. بصي انا بجرب اهو معاكم خطوه بخطوه عشان ما حدش يقول لي لا ده طلع خفيف، لا ده طلع مليان سمكه تقيل يعني. فبصوا احنا بنحتاج اهو، بصوا معايا الخطوات يا بنات خطوه بخطوه. تمام كده. بصي ابتدى يفك معاكي اهو. انا مش عايزه احط كم معلقه لبن مره واحده عشان محدش يقول لي كذا. بص حضرتك اهو يا بنات، اهو بصوا بيفك ازاي، بصوا بقى كريمي. تمام اهو، الوصفة معاكي اهي مظبوطة قوام. ممكن عشان نحس ان هو بيفرد معانا شوية بسهولة، حبة صغننين كده. تمام. بصي، بصوا يا بنات، ايه رأيكم؟ اهو القوام ده اللي احنا ايه عايزين نوصل له، اللي هو كريمي، مش اللي هو تحسي ان هو مليان قوي ولا اللي هو خفيف، هو حاجة كده كريمي، بحيث لما نيجي نفرد الوصفة تفرد معانا. طبعا ضيعنا اي تكتلات اهو، مش اي حاجة. دلوقتي هنوريكم الوصفة على ايدينا. طبعا الناس اللي عندها جلد الوزة ده حلوة قوي قوي، الماسك ده ليها حلوة قوي قوي، ومش بينفع على الوجه بس، هو كمان بينفع على الايدين، واي اثار بقعة، اي اثار اي حاجة بيشيلها.
هو جميل جدا جدا، نتيجته هتشوفوها دلوقتي قدام عينينا اهو على الطبيعة، وهتحسوا وانا معاكم اهو في الوصفة هتحسوا بالفرق كويس جدا. اللهم بارك عليك يا حبيب الله يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أي حاجة كده دايما نحب نذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في أي حاجة، يعني دايما عودوا نفسكم ان الذكر الله كده ورسوله دايما على بالنا. بس بقى احنا هنشوفها هنسيبها تنشف كده شوية، حوالي من ربع ساعة لتلت ساعة على ايدينا، وانتوا هتحسوا ان انت هتلاقي الماسك ده بيشد معاك، وهتحسي ان هو نشف خالص. مجرد ما هينشف خالص هتيجي تشيليه براحتك، عايزه هتلاقيه بيتخلع معاكي كده اوتوماتيك لوحده، يا اما هتفركيه. وفي تلك الحالتين الوصفه طبعا مضمونه ومظبوطه، وهتحسي بالنتيجه وان انتي بتقشري الماسك من على ايدك او من على بشرتك، وهتحسي بالفرق طبعا. وكل ده هتشوفوه معانا واحنا بنصور لكم، بس هنرجع لكم تاني بعد ما الماسك ينشف بعد ربع ساعه او تلت ساعه. اهو بعد تلت ساعة من وقت الماسك اللي احنا عملناه معاكم على الطبيعة قدامكم. ودلوقتي احنا هنوريكم واحنا بنفرك دلوقتي وبنشيل الجلد الميت، وهتشوفوا دلوقتي معانا خطوة بخطوة. ويا ريت تجربوا الوصفة دي، والله يعني هي جميلة جدا ونتائجها. بصوا انتوا شايفين معايا دلوقتي، بصوا الفرق، بصوا الجلد الميت بيطلع معانا ازاي. بصوا خطوات اهيت معاكم على الطبيعة. بصوا الفرق. انا كنت طبعا مصورة قبل ما طبعا ما نبتدي في الوصفة، ودلوقتي بصوا حضراتكم معانا. الوصفة دي جميلة جدا جدا، هي بتشيل الشعر كمان معانا، وبتشيل الجلد الميت وبتعمل تفتيح. يعني لكم تاني وبنوريكم الفرق. بصوا اظن الفرق واضح قوي قوي معاكم اهم. بصوا دي الايد اللي احنا عملنا عليها الماسك، بصوا ناعمه، بصي شالت الجلد الميت، تحسي ان هي ومن اول مره. الفرق واضح جدا جدا. بصوا الايد التانية اظن الفرق واضح. انا هعمل ان شاء الله، عايزه ابقى انزل لكم فيديو برضو، عشان دي اثار كانت عندي، اثار حبايه كده، فانا ان شاء الله برضو هبقى انزل لكم فيديو جديد. هعمل هنا اهوت عليها الماسك واشوف الفرق برضو بين الايد دي والايد دي. وعايزينكم بقى ما تنسوش تعملوا لنا اشتراك للقناه وتفعلوا الجرس وتعملوا بقى كومنتات عشان يوصل لكم كل جديد.